السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. ومعنا هذا المساء قصة جميلة جدا وفيها من العبرة ما يكفي لأن يتحرك قلبك لقدرة الله ومدى جلاله وتعظيمه في قلبك. بقدر ما يكون ذلك تجد الإجابة السريعة منه بإذن الله. هذا رجل سوداني، وتحية لإخواننا في السودان، مهندس متميز هنا، كان يشغل منصب طيب يعني وبراتب يعني ممتاز. تعود على هذا الوضع بعد فترة سبحان الله حدثت ظروف وأنهي عقده، وأصبح يمر بظروف سيئة وقاسية جدا. فأشار إليه أحد الأصدقاء أن يكلم شخصا ما ذو منصب لعله يتوسط له من أجل أن يجد وظيفة. أخذ يرتب وينمق كلمات جميلة جدا، واستعد لاتصال بهذا الشخص، ومسك الهاتف وأراد أن يتصل عليه. وهو يراجع الكلمات لفت نظره وشد انتباهه كلمة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. استعظم هذا الأمر في قلبه وتوقف، وكأن عينه ذرفت يعني من عظمة الله. وسبحان الله غير رأيه في هذه اللحظة، وأقسم أن لا يقولها يعني لهذا الشخص تقديرا لله سبحانه وتعالى وحبا وإجلالا. في أثناء هذه اللحظات أو هذه الدقائق سبحان الله، وإذا برسيل جواله يرن ويحدثه من اتصل به ويعرض عليه مبلغ أضعاف ما كان يتمنى من راتب وبدلات فوق ما كان يتمنى. سبحان الله بسبب إجلاله وعظمته لله كان يريد إراقة وجهه والذل طبعا عند الطلب بأقل من هذا الراتب بكثير. بدل له الله أضعاف ما كان أو ضعف ما كان يتمنى بسبب ما وقر في قلبه من تعظيم الله. أتمنى أن تكون القصة قد رقت لكم ونالت إعجابكم.